آلاف المواطنين بمدينة نيالا عاصمة جمهورية السودان خرجوا احتفالا بحكومة التأسيس الجديدة، احتفالات شعبية تراثية شكلت تنوعا ثقافيا كبيرا. روعة خالد محمد آدم، المبادرة المجتمعية نيالا، بنهنئ الحكومة الجديدة تأسيس وبنبارك للسيد القائد محمد حمدان دقلو. مظاهرة تعييدية لحكومة التأسيس من أجل السلام والوحدة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. سودان جديد يتقدم، سودان قديم. بساحة الشهيد السحيني بمدينة نيالا عبر الجميع بفرحته بمناسبة الأمل الذي كان حلما يراود الشعب أصبح واقعا يرسم مستقبل الأجيال. تظاهرة شعبية وجماهيرية كبيرة بولاية جنوب دارفور. نيالا مدينة خرجت من دائرة الصراعات إلى فضاء السلام والاستقرار، واستعادت طابعها الحضاري وتسلمت ريادة جديدة على خطى حكومة التأسيس الحديثة. منذ إعلان حكومة التأسيس المجلس الرئاسي بدأت الاحتفالات نهجها المعهود بمختلف أنحاء البلاد. شعب سوداني متواضع أعلى رغباته السلام والعدالة. إدريس محمد إدريس إمام، أمين العام للتحالف السوداني بولاية جنوب دارفور. نحن والله بجد سعيدين جدا اليوم في مسيرة كبيرة جدا، مسيرة تأييدية لحكومة التأسيس. من هنا أنا نحيي قائد المحمشين المشير محمد حمدان دقلو. الآن نحن يعني سعيدين جدا لأول مرة يا إخوانا، لأول مسيرة نحن بنعيد فيها حكومة التأسيس. وهنا نحن نحيي كل القيادات على مستوى المركز وعلى مستوى الأقاليم، ونحيي قائد الرق الحاج إدريس اللي هو رئيس الإقليم محمد حمدان. ربنا يطول عمرك ويطول رسنك، وأمسك الشبالي غالي، الشبالي أمسككم غالي، وأمسك الأمة كلها واحد، ما في فرق بين عجمي وعربي إلا بالتقوى. حكومة التأسيس الجديدة هتف لها الجميع وحمل راياتها المواطنون كبارا وصغارا. رئيسها محمول على الأكتاف يقينا بمرحلة جديدة متميزة بالحرية والسلام والعدالة والديمقراطية.